السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني حبايب قلبي. يوم جديد بقى النهاردة كده، يا رب يجعله يوم خير وبركة عليكم يا رب. بحبكم جدا جدا في الله. ويلا بينا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا انتوا شايفين انا اول ما بصحى بشوف انا هعمل ايه غدا. يعني بعد الفطار كده ببقى قاعدة افكر هعمل النهاردة ايه. فلو حاجة هتطلع من الفريزر، يعني لو اكل متجمد وهيطلع من الفريزر لازم اطلعه. وزي ما شفتوا كده في بداية الفيديو بسيبه على الرخامة لحد ميعاد ما بدخل اعمل الغدا. وببدأ بقى ان انا اطلع على البيت اشوف انا هعمل ايه. مثلا النهاردة هعمل الغرف، هعمل التويلت والمطبخ، هعمل مثلا الأوضة بتاعتي، يعني على حسب. وفي اوقات على فكرة ما بيبقاش عندي اي شغل في البيت، يعني في اوقات بيبقى يدوب بس السراير هتتظبط وخلاص والارضيات نظيفة وكل حاجة نظيفة. فاليوم النهاردة مشى معايا كالتالي: خرجت الأكل من الفريزر، سبته على الرخامة كده علشان يفك، ودخلت بقى قلت أغير الفرش بتاع السرير بتاعي وأظبط أوضتي كده تظبيطة حلوة، وأكمل معاكم الغدا وكمان أوريكم شوية مشتريات بسيطة قوي قوي اشتريتها ويا رب تعجبكم. بس طبعا انتوا شايفيني قاعدة بكوي، أنا مش من الطبيعي إن أنا بكوي أطقم السراير. يعني ممكن اقول لكم مثلا 1% من ضمن يعني 1%، بنسبة 1% بكوي. ليه كويت الطقم ده؟ لان لقيته متكرمش قوي، واضح ان هو كان مغسول بمية سخنة، وزي ما انتم شايفين كده متكرمش، فلو اتفرش على السرير هيبقى شكله وحش قوي. و... وقلت بقى خلاص يعني احطه كده على دراع المكوى واكويه، لان انا لو كويته على على المرتبة المكوى دي بقى مش فاهماها يا جماعة. المكوة دي نوعها كينوود 1750 واط او 1700 واط حاجة كده. مش فاهماها يا جماعة، بقالها معايا دلوقتي داخلة في 6 شهور اهي ولا 7 شهور. مش عارفة افهمها خالص، شوية تلسع الهدوم وشوية تبقى باردة وشوية مش فاهماها بجد حرفيا يعني. مكوتي القديمة برقبتها دي ميزتها بس ان هي خفيفة في الايد. فانتوا لو عندكم النوع اللي هو بالبخار ده يا جماعة قولولي هي مالها، ولا هي بايظة ولا ايه بالظبط. ومش عارفة اروح ارجعها دي ولا ايه، بس معقولة بعد ما استخدمتها كل ده هرجعها؟ مش عارفة يا جماعة. بصوا حتى لما بتكوي كانت الاول في بدايتها يوم ما جت كانت بتمر على الكرمشة في ثانية كده بتفرد زي السحر. كنت فرحانة بيها جدا جدا. لكن دلوقتي معرفش ايه اللي جرالها، بتلسع. وكمان الظبطة بتاعتها ان انا اوقات بعملها على كوتون او مثلا على هي بتبقى مكتوب فيها كده ماكس ومينيمم، وفي بقى ايه اسامي القماش في النص كده. فالطبيعي ان انا كنت بعملها قبل الماكس بشوية، بقت بتلسع برضو. اعملها على ماكس بتلسع اكتر، اعملها على اقل ما بتكويش. فحقيقي يعني بصوا زهقتني. فالمهم يعني الخلاصة ان انا كويت الطقم ده زي ما يكون كده. طبعا هو مش مفروض 100%، بس احسن كتير من الاول. انتوا عارفين الحاجات اللي هي القطنيات دي لما بتتغلى او لما بتتغسل بمية سخنة قوي بتبقى محتاجة يتداس عليها شوية. ففرشته كده على السرير وقلت بقى ايه اظبط معاكم كده الدنيا. واليومين اللي فاتوا دول تحسوا ان الجو قلب بدفى تاني. انا كنت مطلعه الحاف فايبر قطيفة، فقلت لا بقى بصوا يا جماعة بيحررنا جدا، فقلت خليني اطلع بطانية. فخرجت البطانية دي، وعلى فكرة انا بحب البطانية دي قوي يا جماعة، وكل لما افرشها ببقى فرحانة بيها، مع ان البطانية دي عايزة اقول لكم ان هي بتاعتي من ايام جوازي، بس انا بحبها قوي قوي. وبرضو الطقم ده برضو نفس الحكاية. بس بيبقى حلوين مع بعض، يعني لما بفرش الطقم ده بيبقى حلو معاه قوي البطانية دي. فخرجتها كده قلت تبقى ارحم شوية من اللحاف الفايبر. اللحاف الفايبر انتوا عارفين بتطلع بتصهد كده، فالبطانية ارحم شوية لغاية بس الجو تاني ايه لو سقع ولا حاجة كده كده، يعني الحمد لله الغطا موجود. وقلت بقى بما اني بقى فرشت حاجات كده على نبيتي او على طوبي او كده، افرش الطقم ده برضو كده في الأوضة يبقى شكله حلو. هو كلاسيك قوي كده لايق على الجو اللي انا فرشاه. ومن يوم ما قلت لكم انا شلت الحاجة اللي على التسريحة وحطيتها في الدرج ما خرجتهاش ابدا يا جماعة. بجد كده مرتاحة راحة، بصوا ما اقولكوش. كل حاجة في الدرج مترصصة ومتنظمة برضو وجميلة جدا، والتسريحة سايباها فاضية خالص. يدوب عليها بس الفازة اللي هي فيها الورد النبيتي دي، وهو جاب الصدفة كده او قدرا يعني. مفيش حاجة طبعا صدفة ابدا في حياتنا. قدرا يعني ان هو لونه نبيتي كده، فلون البطانية مع الطقم فعاطي جو حلو قوي في الأوضة. اول ما بدخل الأوضة كده بحس ان هي دفيانة.
عارفين اللون النبيتي او الاحمر من الالوان الدافيه او السخنه، بتدفي المكان كده. فظبطت الدنيا كده ورحت بقى مشفطه الارضيات بالمكنسه على السريع، ما شلتش ولا حطيت، ورحت قافله. بس كده كده الاوضه اتهوت وتمام، يعني ملوش داعي ابدا ان انا اسيبها مفتوحه كل ده. وهجيب بقى المعطر وارش. المعطر ده يا جماعة عندي بقاله كتير قوي قوي، هو خلاص يعني بيشطب. اسمه فلوري، وريحته دافية كده، عارفين ريحته كأنه مسك، هو مسك بس ريحته تحسوا انها مسك على عود، يعني تقيلة كده ايه، فجاية على جو الشتاء قوي. تعالوا بقى اما ادخل معاكم بقى اوريكم انا اشتريت ايه، واشتريته بقى مع مين. فاكرين بقى صاحبتي اللي انا كنت بنزل لها عندي على المنتدى، ايمان؟ ايمان بقى دي يا جماعة كنا خارجين مع بعض، فروحنا كده طلعنا الشارع يعني مع بعض، فلقينا محل اسمه الخليل عنده شوية حاجات حلوة قوي. فهي كانت داخلة تجيب حاجات هتشوفوها عندها في القناة. وعلى فكرة يا جماعة ايمان من الناس الطيبة جدا جدا، متعرفة عليها، هي جنبي هنا يعني في نفس المنطقة اللي انا ساكنة فيها، بيني وبينها ما يكملش 3 دقايق مشي يعني. وبصوا ست جميلة جدا جدا. انتوا عارفين طبعا ان انا عمري ما بقول لكم على حد تابعوه او هتستفيدوا منه وهو يكون حد مش كويس. فايمان بجد جميله جدا، يعني تقدروا تقولوا كده ان هي زي اختي بالظبط. فحبيت ان انا انقل لها قناتكم، انقل لكم قناتها قصدي، وتتعرفوا عليها. انتوا شفتوها عندي على المنتدى، باذن الله باذن الله هتستفيدوا منها جدا، لان هي شطوره قوي قوي في المطبخ، بتعمل معجنات وكيكات وحاجات حلوه قوي. فباذن الله هتستفيدوا منها يا جماعه، روحوا عندها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش تندموا ابدا. هي بجد ست كويسه جدا جدا وعلى طبيعتها. فاحنا اشترينا الحاجات دي مع بعض واحنا في الشارع، فجبنا ازازتين الزيت والخل دول، هي جابت منهم برضو هتشوفوهم عندها. وانا جبت هي البخاخه دي، الازازه من بتوع الزيت والخل دي كانت ب45 جنيه او ب40 جنيه تقريبا، ب45. فانا جبت اتنين، انا حاطه على الرخامه معاكم اللي هم الكبار دول، وحلوين برضو بس كبار قوي يا جماعه. فاهمين ازاي؟ كبار يعني لما تكوني واخداها كده عشان تفضي منها كبيره قوي، فقلت اجيب واحده صغيره لزيت الزيتون، والصغيره التانية دي تبقى للخل، تبقى خفيفه شويه عن الكبيره دي. بس والازازتين بقى الكبار دول اللي هم اصلا كانوا ازايز زيت زيتون، اللي انا حاطه فيهم خل وزيت دول، وعملتهم معاكم قبل كده، غسلتهم وعبيتهم معاكم زيت وخل، او مليتهم يعني معاكم زيت وخل. فقلت اشيلهم لا في ضرفة الخزين، ويبقوا الصغيرين دول بس هم اللي على الرخامة، فاهميني؟ وكمان لقيت عندهم البرطمانات الصغير دول، فاكرين لما كنت بعمل معاكم ضرفة الخزين وبقول لكم مش لاقيه ولا برطمان صغير اشيل مثلا فيه شويه حبه البركه، شويه سمسم صغيرين، شويه كربونات، الحاجات دي كلها كانت بتبقى محتاجه برطمانات صغيره. فلقيت عندهم برضو البرطمانات الصغيره دي، اللي هم شبه بتوع ايكيا، هم تقليد ايكيا. فجبت منهم 8، هم الأربعة ب60 جنيه تقريبا أو ب65 جنيه. فجبت 8 ولقيتهم حلوين قوي قوي، فقلت ابقى اجيب منهم كمان 4 يبقى 12 واحد كده، يبقوا حلوين. خصوصا ان هم عندي درج صغير كده في المطبخ او رفيع كده تحت الميكرويف على طول، فقلت دول هيبقوا مناسبين قوي قوي ان انا احط فيهم التوابل اللي انا ببقى شايلاها. يعني انا بحط في التوابل، بحط توابل في العلب اللي هي بتاعه طقم التوابل، ويبقى كتير قوي بدخله التلاجة. فقلت ده انا هحط النهارده كل التوابل اللي عندي في البرطمانات دي. بس طبعا ايه، قستهم على على الدرج لقيتهم على قده، يعني هتشوفوه معايا دلوقتي. بس اكيد طبعا لازم نغسلهم الاول غسله كويسه. فغسلتهم بقى كده بشويه بريل وشويه ميه، وهسيبهم بقى لما ينشفوا. خلاص كده. وعايزه برضو اقول لكم على حاجه، كنت في الفيديو اللي فات قلت لكم ان اليوتيوب بيديني احصائيه لاعمار الناس اللي بتتفرج عليا، وقلت لكم ان هي ما بين ال30 وما بين ال40. بس يا جماعة كنت في قمة سعادتي والله العظيم زي ما بقول لكم، لما جات لي تعليقات كتيرة بتقولي أنا 50، واللي بتقولي لا أنا 60، واللي بتقولي لا أنا داخلة على 70، واللي مش. بصوا يا جماعة،
انبسطت وفرحت بطريقة، يعني ما شاء الله ما شاء الله. الناس دي يعني هم أحسن مني وفاهمين أكتر مني وشايفين تجارب أحسن مني بكتير، ومع ذلك بيتابعوني، فكنت في قمة سعادتي. فالحمد لله. انتوا عارفين ان انا ماما متوفية، انا بابايا متوفي من زمان قوي قوي، من وانا لسه كده مثلا 9 سنين، وماما متوفية من عمر بنتي، يعني من وانا خلاص حامل في حبيبة كده في السادس تقريبا ماما توفت. يا ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها هي وبابا يا رب. ف... فانا بقى لما شفت تعليقاتكم دي، اللي بتقولي حبيبتي ده انا في عمر والدتك، واللي بتقولي حبيبتي انا داخلة على 70، وهكذا يعني، فرحت جدا جدا. حسيت ان انا مش معايا ام واحدة بقى، ده انا معايا مجموعة، اللهم بارك. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. ومن هنا بقى انا رديت على فكرة على التعليقات بتاعتكم، لكن من هنا برضو حبيت ان انا اقول لكم انتوا على راسي من فوق. ربنا يا رب يديكوا طول العمر مع العمل الصالح ليا وليكوا يا رب. دايما لما ندعي لحد بطول العمر، يعني نرفق الجملة بجملة مع العمل الصالح. ودايما بدعي من ربنا ان ربنا دايما يديمكم نعمة في حياتي. واشكركم جدا جدا على تفاعلكم على الفيديوهات اللي فاتت. حقيقي يا جماعة انا فرحانة جدا، وفي القناة دي انا حاسة ان انا فعلا هي دي بقى قناتي دي بتاعتي. القناة التانية اللي هي كانت بتاعت زهراء اللي انا كنت فيها او ما زلت فيها، لان القناة لسه موجودة معايا، كنت برضو حاسة ان انا فيها غريبة شوية، لان نص القناة ما كانش بتاعي. يعني نص القناة او 90% من القناة مش بتاعتي، وانا كنت موجودة مفكرة ان انا هقدر ان انا اكمل ورا اي حد. لكن فعلا يا جماعة احسن حاجة ان انتي تبدأي، يعني يبقى القناة من اولها لاخرها بتاعتك انتي، فاهميني اكيد. يبقى كل الفيديوهات اي حد يعمل سيرش يبقى بتاعك. طبعا زهراء على راسي من فوق، كل فيديوهاتها حلوة جدا ومحترمة جدا جدا، ما اقصدش حاجة، ولكن تبقى حاجتك بس، يعني تبقى القناة فيها محتواكي انتي بس. اكيد انتوا فاهمين انا عايزه اقول ايه. والله ما اقصدش اي حاجه خالص ان القناه فيها اي تجاوزات خالص، بالعكس. القناه احسن من شغلي 1000 مره، يعني شغل زهراء احسن مني 1000 مره، انا اقل حد. بس هي اللي انا بقصده ان انتي تبقي في قناتك افضل، في شغلك انتي من اوله لاخره افضل. بصوا بقى، انا حطيت في البخاخه البطوط دي، هي اسمها بطوط على فكره، قال لنا كده واحنا بنشتريها. حطيت فيها ميه بحيث ان هي تبقى ايه، مثلا لو بنعمل معجنات، مخبوزات، ونرش بقى بنحتاج نرش عليها ميه، فبنحط بقى فيها، بنحط قصدي منها كده. وجبت بقى البخاخه دي حطيت فيها زيت زيتون. عايزه اقول لكم وانا بفضيها كده ابني واقف جنبي، فبقول له يا ابني في ايه، هي ما بتنزلش ليه؟ فلازم تضغطي عليها، لازم ان هي الصفيح دي لازم تضغطي عليها. عماله افتح فيها برضو بتنزل. بصوا ازاي، مش بتدلدق كده مره واحده، لا بتنزل نقطتين بنقطتين. فقلت لابني خد يا مروان افتحها انت بقى كده ونزل اللي فيها، وانا ايه اكمل الازاز التانية. بس قولوا لي ايه رايكم فيهم، سعرهم كده كويس ولا ايه؟ يعني انا كنت عندي ازازتين زيهم كده، بس ما كانش فيها يعني ما كانش فيها البق اللي فوق ده، لا كانت بتتفتح عادي، اللي انتوا عارفينها، اللي هي واحدة حبيبة كسرتها، وواحدة تانية بقت تنقط من كل جنب، معرفش ليه. يعني ببقى ملياها والاقيها بتنزل كده حاجات كده من كل جنب كده، فاهمين، بتسيل كده زي ما بنقول. فقلت دول حلوين قوي، وعلى قد ايدي كده على الرخامة هيبقوا خفاف، وسعرهم برضو معقول، لان انا كنت سأل عليهم اعتقد انهم كانوا اغلى من كده، بس كان بالظبط بصراحة مش فاكرة، بس كانوا اغلى من حاجة و40. وانتوا برضو قولوا لي كده كويسين ولا لا. فحطيتهم بقى كده على الستاند اللي هو الخشب ده. والتلاتة بقى دول اللي انا شلتهم دول هبقى برضو استخدمهم في اي حاجة، مثلا احطهم مثلا في الكوفي كورنر او في اي حاجة. بصوا انا شلت البرطمانات اللي انا كنت غسلاها، طلعتها بره في البلكونة، لقيت الجو هوا وحلو، قلت ايه تنشف مع نفسها كده يعني، فنطلع لها دلوقتي. وهنا بس عايزه اوريكم، بس انا كان عندي لبن لقيته قطع على البوتاجاز، لسه بغليه دلوقتي لقيته قطع. فقلت طيب كويس، يبقى هنعمل بيه ايه، هناخد اللي هو الشرش بتاعه ده نعمل بيه العجينه. انا كنت حاطه كده زي ما انتم شايفين الخميره كده مع الميه، مع ميه دافيه مع شويه سكر في الطبق البلاستيك ده، وكنت سايباهم شويه كده على ما عبيت معاكم الزيت والخل. فلقيتهم بدأوا يتفاعلوا كده، لان الخميره دي الخميره اللي هي البلدي مش الفوريه، كنت مقلقه منها لانها كانت عندي في الفريزر. فزي ما قلت لكم رحت واخده بقى اللي هو الشرش بتاع اللبن،
وحطيته. هعمل بقى شوية عيش عشان هعمل باللحمة المفرومة دي عيش بلحمة، يعني هعمل عجينة للعيش بلحمة. طبعا احنا عملناها مع بعض كذا مرة يعني، وانتوا عارفين طريقتي فيها. اوقات ما بحطش ولا لبن ولا اي حاجة، وبحط شوية زيت بس كده مع المية مع الخميرة مع السكر والملح وخلاص وبس. هنا كنت بقول لكم انا كسرت غطا العلبة بتاعتي الدقيق امبارح، زعلت عشانها والله، بس يلا الحمد لله. مهم بقى عجنتها كويس وباخدها كده على الرخامة زي ما انتم شايفين كده يعني بمشي ايدي عليها كده بس شوية. انا بس قطعت الحتة دي لان انا نسيت وشمرت ايديا وانا بعجنها، كنت ناسية خالص ان انا بصور، فقلت خلاص اكيد حبايبي يعني شايفين قبل كده كتير يعني، والموضوع بسيط. لمينا العجينة لحد ايدينا ما تنضف خالص، وبعد كده اخدتها على الرخامة شوية وظبطتها كده وهغطيها واطلع بقى البلكونة. طلعت بقى كنت زي ما شفتوا، اخدت برضو البرطمان زي ما قلت لكم من شويه وحطيتها بقى كده على الترابيزه. فعايزه اقول لكم نشفت خالص خالص خالص، وده بقى اللي انا كنت عايزاه. وحتى قلت لنفسي لو لقيتهم ما نشفوش كويس هاخدهم برضو ايه، اعقمهم كده في الميكروويف ولا حاجه، بس الصراحه لقيتهم ناشفين وزي الفل. فقلت بقى اعبي فيهم البهارات. بصوا الفوط اللي انا بتلاقوني عاملاها كده بغطي بيها مثلا او بفردها معاكم على الخضار او الكلام ده كله، دي مجموعة فوط كده عندي ما بستخدمهاش خالص غير في حاجة زي كده. مثلا اكون بصفي مثلا خضار، عايزة اغطي حاجة، عايزة اعمل حاجة في المطبخ. هما تقريبا 3 فوط او 4 تقريبا، هما دول اللي انا بستخدمهم في المطبخ. ما بقتش بستخدمهم خالص خالص في التنشيف او كده، للاستخدام الشخصي يعني. فبينفعوني بقى في الحاجات اللي كده، تلاقوا الفوطة كبيرة كده وتملى العين كده، فاهمين؟ فوط المطبخ بنجيبها حلوة وكل حاجة، بس ما تحسيش كده انها بتنشف حلو الحاجة اللي انت عايزة تنشفيها في المطبخ. احيانا برضو بحط واحدة كده على ايد التقفيلة لو عايزة انشف فيها ايدي برضو بتبقى حلوة، وهكذا. فمسكت بقى التوابل اللي عندي بقى دي. بصوا كانت فلفل اسود وكانت 7 بهارات، وهي دي رقم واحد في البهارات بصراحة. يعني انت لو ما بتجيبيش بهارات خالص هاتي 7 بهارات وكفاية قوي كده، حلوة جدا. وكزبرة وكمون وبابريكا، وايه كمان، او بهارات سمك وبهارات فراخ، وايه يا ايمان والله ما فاكرة. يعني كل البهارات اللي عندي اللي هي كانت في التلاجة طلعتها، لان انا كنت حاطة شويات كده في الطقم بتاع التوابل اللي هو اللي انتوا بتحبوه ده، اللي هو الطقم بتاعي اللي هو لونه مخضر ده، فيروزي ده. ف... فطلعت بقى دول من التلاجة وقلت بقى افضيهم علشان ابقى ادخلهم الدرج. كده كده خلاص الجو سقع، فالحمد لله يعني الحاجة بيبقى عمرها طويل شوية، يعني البهارات والحاجات دي بيكون عمرها طويل شوية في المطبخ. لكن في الصيف مستحيل ان احنا نعمل كده. في الصيف بنحط شوية كده في كل برطمان، والباقي بدخله على التلاجة، لان انا عندي الشقة برضه بتبقى حر او المطبخ بيكون حر، لان الشمس بتبقى ضاربة عندي في المطبخ طول النهار في الصيف. فده لازم اكون شايله الحاجه دي في التلاجة، والا هتسوس منك وتبوظ. وبس البهارات بتاعتي بجيبها منين؟ مثلا بجيبها مره من فتح الله، مره مثلا من مثلا لو انا رايحه هايبر مثلا كبير او كده بشتري منه بس. وبجيب بقى كميه، يعني بجيب شويه حلوين كده وبخليهم عندي. بالنسبة لحد كان قال لي هاتي مطحنة بهارات وطحني البهارات في البيت، بصراحة ما جربتش. انا عندي المطحنة بتاعتي بتاعت الكبة اللي هي المطحنة الصغيرة، اقدر اطحن فيها بهارات وكل حاجة، فلفل وكله. بس بصراحة بشتريها جاهزة كده مطحونة وبريح دماغي. اكيد طبعا اللي بتطحنيها في البيت بتكون احسن، لان ريحتها بتكون اقوى وبتفضل ريحتها فيها يعني احسن من اللي هي بتبقي جايباها كده. لكن انا زي ما قلت لكم انا بكون مثلا جايبه من فتح الله، فتح الله السحب عليه كتير، فالحاجه ما بتكونش مركونه، فاهمين؟ فتح الله، الصوره دي في دمنهور، اي حاجه بقى. فالحاجات دي بتبقى عليها سحب. هو ده بقى الدرج اللي انا كنت بحكي لكم عليه. بصوا هو الارتفاع بتاعه قد ايه يا جماعه، صغير جدا. يعني ينفع مثلا لمعالق لحاجات كده، بس انا حاطه المعالق جنب ايدي في القريب، يعني ده في الجنب اللي هو فيه دواليب الخزين وكنز كده، يعني فاهمين؟ الارتفاع بتاعه قليل قوي. فكنت احيانا بحط فيه صواني، احط فيه الكوسترات، احط فيه القطاعات. فقلت لا، ده البرطمانات دي هتبقى ممتازة جدا فيه. بصوا كده، حلوة جدا اهو، شايفين؟
اخدت المكان بالظبط، بس مش معدولة، يعني مش على العدلة بتاعتها. فقلت الله ده حلو قوي، ده انا ابقى اجيب بقى منهم بقى وابقى احط في الدرج ده. يبقى عندك بقى درج مليان بالبرطمانات الصغيرة دي، تبقى كل حاجة واضحة فيها زي ما انتوا شايفين كده، او ان الحاجة تبقى قدام عيني احسن، فاهمين؟ هنا جيت احط البرطمان ده، راح معرفتش، يعني معرفتش اقفل الدرج فاتفتح كده، فقلت لا خلي ده في الظرف. يبقى الدرج ده اصبح ان هو ما ينفعش فيه غير البرطمانات الصغيرة دي. فحلو بصراحة يا جماعة، كل حاجة كده قدام عينيا واضحة، يعني ايه فيها ايه، يعني كل برطمان واضح هو فيه ايه، غير الطقم اللي هو التوابل اللي مقفول ده. بس كده، ايه رأيكم؟ هنا كمان بصوا في مكان كبير ازاي، ياخد شوية حلوين قوي كمان. وكده ظبطت الدنيا وعبيت البرطمانات بتاعتي وظبطت اوضتي. وكمان اللحمة بتاعتي كانت خلاص بدأت تفك والعجين بيخمر. فقلت بقى اجهز الخلطة بتاعة العيش بلحمة او الحواوشي الاسكندراني. في ناس يا جماعة بتعمل الحواوشي ده بعيش، يعني بياخدوا اللحمة بيحطوها بيفردوها جوه العيش ويدهنوا الصاج ويحطوه كده، ايه عملته مش ما عملتوش. بس مفيش احلى من اللي هو بتعمليه بعجين، او اللي هو في ناس بيقولوا عليه لحمة بعجين، احنا بنقول عليه عيش بلحمة او كده يعني، او حواوشي. فهو ده بجد، هو ده الصح، هو ده الحواوشي الاسكندراني الصح بجد، يعني هو اللي بيتعمل بعجين، غير خالص اللي انتي بتشتري له عيش وبتحطيه جوه العيش وكده. فبحط له بقى، انا عامله دلوقتي دول نصين، يعني نص كيلو لحمه وطلعت نص كمان. فدول كيلو، فحطيت تقريبا يعني بعناية كده تقريبا ده مثلا كيلو بصل او اقل شويه، مش عارفه بصراحه، يعني في الحدود دي، بحيث ان هو لما بيبقى البصل بتاعه كتير بيبقى طعمه حلو قوي. وحطيت برضو شوية خضرة كده طلعتهم من الفريزر، وجبت قرنين شطة وفلفل حطيتهم برضو في الكبة. لو عندك برضو فلفل الوان يبقى حلو خالص، بس ما كانش عندي فحطيت بس فلفل وخضرة وبصل وشطة، بس كده. وهنا بقى كده اللحمة قلت بقى ايه اخدها لفة كده، اللي هي الجزء اللي هو ما كانش اتفك كده. عايزة اقول لكم انها اتبقى منها، يعني انا عملت واتبقى منها تاني، يعني حتى قلت يا ريتني ما كنت طلعت الكيس التاني ده. فدي كانت مجمدة لسه شوية، فقلت اضربها ضربتين كده في الكبة، بس بصراحة كنت خايفة جدا على الكبة. انا دايما بقول لكم انا بخاف عليها، حتى انتوا لاحظتوا كده، بخاف عليها فعلا من الجهد العالي ده، لان هي ممكن تتحرق. الحاجات دي التصليح بتاعها ما بيرجعهاش زي ما كانت، فاستخدمي حاجتك كده بالراحة، واحدة واحدة. وهنا كده اللحمة والخضار، او البصل قصدي والخضرة وكده والفلفل. وحطيت عليهم بقى البهارات بتاعة الحواوشي، ما بحطش اكتر من فلفل اسود و7 بهارات، ولو عندي جوزة الطيب بحط، ما عنديش خلاص. وما كانش عندي شطة حراقة، كان عندي بابريكا ما حطيتش بابريكا، فجبت معلقتين هريسة شطة ورحت حطاهم كده عليه عشان برضو يبقى مشطشط كده وحلو. حلو كده حلو. هنغطي بقى الخلطة دي بقى كده ونحطها على جنب لحد لما نقطع العيش. بصوا بقى ما شاء الله العجينة ارتفعت وحلوة، بس هنا كان العصر أذن عليا، رحت صليت العصر ورجعت تاني فكانت ارتفعت أكتر. بصوا بقى ما شاء الله العجينة جميلة، الخميرة اللي هي البلدي دي يا جماعة تحفة. بصوا والعجينة ناجحة، بصوا العجينة، بصوا العجينة وجمالها ناعمة حرير يا جماعة تحفة. وهي على فكرة تعتبر برضو من العجائن الاقتصادية، لأن هي معلهاش حاجة يعني يعتبر غير شوية زيت وشوية لبن، اللي هو اللبن القاطع اللي هو الشرش يعني، وبس، والخميرة والملح وشوية سكر. فهي تعتبر من العجائن الاقتصادية، تقدري تعملي بيها بيتزا، تقدري تعملي بيها معجنات وتحشيها جبنة أو تحشيها قرفة، تقدري تعملي بيها حاجات كتير، يعني ما فيهاش بيض، ما فيهاش سمنة، ما فيهاش حليب، كل الحاجات دي برضو بتخلي العجينة تكون مكلفة عليكي شوية. لكن دي تعتبر عجينة اقتصادية زي ما بقولك، اعملي بيها وشكلي منها زي ما انت عايزة. هنا بقى قطعت بقى العيش وقطعته كبير كده عشان اعمله بصوا زي البقجة كده، بدل ما اعمله رغيف فوق ورغيف تحت فعملته كده. وهنا بقى للأسف الشديد، للأسف يعني أنا ما كنتش متعمدة خالص، التليفون ما صورش باقي الفرد. يعني أنا كل اللي أنا عملته هو الحمد لله يعني ما فاتكوش كتير، كل اللي أنا عملته إن أنا يعني عملته زي السرة كده أو زي البقجة كده،
وفردته. احيانا بعمله اللهم صل على سيدنا محمد، رغيف فوق ورغيف تحت. بس شفت ايمان صاحبتي بقى اللي انا لسه كنت بكلمكم عليها، كانت عاملاه كده على صفحتها على الفيسبوك، فكان عاجبني بصراحه فقلت اجربه، فحطيته كده وعملته. بس عايزه اقول لكم على حاجه، اللي بحطه رغيف فوق ورغيف تحت بحس ان انا بعرف اظبطه اكتر. فاهميني؟ انتوا هتشوفوه دلوقتي بعد ما يخلص، يعني ما كنتش عارفه املكه قوي، ممكن عشان العجينه كبيره ولا ايه، او انا حاطه حشوه كتيره فمش عارفه. فهنا لغايه هنا كده بقى، بصوا هتلاقوا دلوقتي جوزي بيناولني طبق كده، الطبق الاسود اللي هيعدي دلوقتي، وبعدها التليفون فصل او ما صورش، بمعنى صح كده ما كانش بيصور. وانا كل ده متخيله ان التصوير شغال، فقلت يلا قدر الله ما شاء فعل. وقعدت زعلانه بقى، وقعدت اقول له يا نهار ابيض، كل ده اتحذف من الفيديو، كل ده ما تصورش. فخلاص انا مش هنزل الفيديو. فجوزي هو اللي اصر، قال لي لا نزليه زي ما هو، متابعينك يعني انتي يعني عامله معاهم قبل كده الحواوشي كذا مره، وكنت عاملاه وش بيتزا بقى زي ما انتم شايفين بقى، وقعدت ارص الجبنه والخضار، كنت مظبطاه تظبيطه يا جماعه. فمعلش بقى، اللي حصل ان ما صورش اي حاجه خالص. فخلصنا بقى واتغدينا، ما كنتش ناويه اصور بقى باقي الفيديو بصراحه، وقلت خلاص الفيديو باظ. بس والله العظيم زي ما بقول لكم حياة ربنا، جوزي قال لي لا نزليه زي ما هو، وصدقيني متابعينك يعني هيسامحوكي على حركه زي دي، وهتعدي يعني. فخلاص ده كنا اتغدينا، وكنت عامله بقى حبه حلوين فده اتبقى. فكان ابني ربنا يحميه يا رب كان لسه في الجامعه ما كانش جه، فقلت خلاص اللي يعوز ياكل بقى يبقى يدخل ياكل منه، غطيته كده بس بالاسترتش راب ده، وسبته على الرخامه، اللي يعوز يروح ياخد كده حته يحطها في الميكروويف ويسخنها، وابني ان شاء الله يرجع بالسلامه من الجامعه يتغدى. فخلصت كده وهشرب بقى كوبايه نسكافيه كده، وكده الفيديو بتاعي يكون خلص معاكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه.